جلدوك يا ابو نواف؟ والله جلدوني جلد، خلوني اعض الارض، خلوني اعض الارض من جد. في السفر لا تكابر واحذر. هذه قصة حصلت لي انا في فرنسا، تحديدا في شارع الشانزليزيه. معروف. كنا طالعين شباب، تعرف صاحين شباب اخر الليل، صاحينا جوعانين، كلنا جوعانين. انا قلت ازهلوا يا شباب، صاحي قبلهم عندي كفو، جيب لكم شاورما من الشاورما اللي روعه. حلو. قال الله يبيض وجهك، يلا. نزلت، رحت لحالك؟ رحت لحالي. طيب، اعرف مكان الشاورما اللي هو العجمي اللي خلف الشانزليزيه. معروف. رحت له، طلب 8 شاورما وبيبسي وانا راجع. قلت يا ولد شو اللي بعيد الفندق، خلني اختصر مع الحواري وقريب عشان الاكل بعد يطلع حار عند الشباب. طيب، المهم الا والقى 2 خوار مع سكين، سكاكين اللي معهم، سكين الطويله اللي تتحرك ذي. يو حقت الجلد، سكين ونفس الوقت صوت. انا قلت ملاحقيني يبون اكل، خلني اعطيهم الاكل وافتك. يوم جيت قدمت لهم الاكل، تفضلوا تفضلوا الله يحييكم. خذ الاكل، قال يا حبيبي طلع اللي معك كله. جوال كان معي 200 يورو. المهم قالوا اعطيتهم اياه، قال لا يا حبيبي الشوز اللي عليك الله يكرمك ويكرم السامعين. افسخ اديداس جديده، افسخ. خذوه. بعدين قالوا لي الشيء اللي ما ينقال، قال افسخ ملابسك. قلت معاصي والله معاصي، ما افسخ الا وانجلد. يبون ملابسك؟ ايه. المهم جلدوني جلد، هذا يطقني وانا اطق هذا، ومرتين هذا يطقني وانا اطق هذا. المهم انا جالس اقاوم بالاصبع هذا في عينه، والله اني احس بعينه ونضربه، بس من قوه الجلد من ذاك ما عاد حسيت. اشونا ما استخدم السكين، انا خفت من ذا الفقره. بعدين صوت واحد، جاء واحد من هناك وصوت حاشوا. شفت 2 تقول سبحان الله جن حاشوا، والاغراض كلها خذوها. خذ الاغراض كلها، حتى الشاورما خذوها. طيب، خذوا كل شيء، ما خلوني انا ما غير ادور نفسي. جاء وقال بوديك المستشفى، قلت لا، ما اتصلت على اخوياي بجواله، هو كلمت اخوياي جوني هنا، بعدين رحنا المستشفى، بعدين اتصلنا في الشرطه، واشوى ان كان في كاميرات. حلو. جابوهم اليوم اللي الحدث اللي صار لي. ايه جابوهم. طيب، جابوا لي اغراضي، ابشرك الا الشاورما ما جاء. طيب، اليوم في كاميرات قدروا يجيبون، بكره تنطق في مكان لا في كاميرات ولا في شيء. لذلك لا تكابر في السفر واحذر كل الحذر، ولا تغامر ابدا. هذه نصيحتي لكل مسافر.